السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سمك. طبعا سمك مكاريل بالمكونات بتاعته، وبحب أوريكم دايما أنا بعمله إزاي. هيعجبكم جدا والخلطة بتاعته حلوة وجميلة. الأول طبعا معانا كيلو أو أكتر أو أقل من السمك، ودي الخلطة بتاعتنا. وده طبعا الخلطة بتاعت الحشو اللي هي المكونات بتاعتها: فلفل مع توم. وحبيت اوريكم الخلطة اللي بنزودها عليها: شوية قرفة وشوية جنزبيل وشوية من الكمون وشوية من الملح وشوية من اللوري مع بعض. بنقلبهم كويس كده ببعض نفس الشكل كده. وطبعا بعد ما بنقلبهم بنشوف ايه اللي حاطينه معانا في الصينية، اللي هو كل الخضروات اللي عندك. بتحبي طبعا تحطي فلفل براحتك، ادي فلفل وادي قوطة وادي شوية من الجزر. وبرضو لو عندك بصلة حطيها عادي، حلو بتبقى طعمها حلو. وده الليمون القشر بعد ما احنا عصرينه في الخلطة مع كل حاجة من التوابل. وكمان هنحط عليها شوية من الخل كده نفس الشكل. وانا حاطه لها شوية من الملح وشوية من التوابل برضو عشان تبقى حقيقة معاكي. وبنقلبهم كويس في بعض، نقلبهم كده في بعض كويس. والخضار طبعا ده حلو بيتاكل مع السمك ومغذي طبعا زي ما انتوا عارفين. بس وبنمسك السمكة بعد ما حطينا كل الخلطة بتاعتنا، نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بنفس الشكل كده، وبنحشيه وبنحطه. شايفة؟ وبتسيبيها كويس عشان تشبع من التتبيلة قبل ما بتسويها. ده بتدي طعم حلو وحيقان حلو للسمك. بس طبعا كله ده بعد ما بنغسل السمك كويس. صينية السمك ده من أحلى الصواني اللي بنحبها. كله بنفس الطريقة دي اهو. وتاخدي شوية من الخليط ده تحطيه برضو في قاعدة من السمك عشان يشرب معانا نفس الخلطة. ونكمل حشو عادي معانا اهو. اهو كده خلصنا حشو السمك. طبعا بعد ما حشيناه وخلصناه ورصيناه في الصينية، بنضيف عليها شوية كده من فوق من الخلطة بتاعتنا عشان تشرب معانا. وبعد ما ضفنا شوية من الخلطة دي بنضيف طبعا عليها ايه شوية من الخل عشان بنطعمها كويس جدا. والخل بيدي طعم حلو زي ما انتوا عارفين اهو كده. تمام تمام. نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول بالهنا والشفا.